أقول لك على السر اللي يخلّي العميل بتاعك يقول لك أنا عاوز المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدّمها دلوقتي وهادفع الرقم اللي أنت عاوزه؟ لو عاوز تعرف السر اتفرّج على الفيديو ده. إزاي تكتب offer مبيعي مرعب ما حدش يقدر يرفضه؟ في ناس بتنزّل إعلان وبتبقى مستغربة، هو ليه ما فيش مبيعات؟ ده أنا حتى عامل خصم، بس المفاجأة الناس مش بتشتري اللي أنت بتقدّمه، الناس بتشتري العرض الكامل اللي قدّامهم. طيب يعني إيه offer؟ خلّينا بس في البداية نأكد على بعض في حاجة معيّنة، وهي إن الoffer مش هو المنتج أو الخدمة أو الخصم اللي أنت بتقدّمه، الoffer هو الطريقة اللي أنت بتقدّم بيها الحل اللي عندك للعميل بالطريقة اللي تخلّيه يقول أنا عايز المنتج أو الخدمة دي دلوقتي. طب إزاي تكتب عرض مرعب لا يقاوم؟ 1. حدد مشكلة العميل بتاعك بدقة. قبل ما تعرض لازم تلمس الوجع اللي ممكن يكون عند العميل المحتمل بتاعك. العميل مش بيدور على منتج، العميل بيدور على حل. خلينا اديك مثال، لو انت بتعلن عن مثلا كورس مونتاج، احنا في الحتة دي مش هنقول تعال اشتري كورس مونتاج، تعال اعلمك ازاي تقدر تطلع فيديوهات احترافية تجيب لك فلوس وتجيب لك شغل، بس هنقول تعال اعلمك ازاي تعمل فيديوهات احترافية تجيب لك شغل من مجرد انك هتستخدم الموبايل بتاعك بس. 2. اربط الحل بنتيجة واضحة العميل المحتمل بتاعك هيوصل لها في النهاية. مثلا احنا مش هنشتغل على مهاراتك، بس احنا هنعلمك المهارة دي ونخليك انت ازاي تبدأ تكسب منها في خلال 30 يوم بس. الناس ما بتحبش التعميم، بيحتاجوا في الغالب نتيجة ملموسة. 3. دي في حاجة تزود القيمة بتاعت المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، بونص أو تشيك ليست أو كوميونيتي أو لايف ويبينار أو دعم. العرض اللي ما فيهوش هدايا أو مفاجآت إضافية في الغالب بيبقى ممل. الجمهور في العموم بيحب يحس إن أنت زودت له حاجة مجانا. 4. حاول تحفز قرار الشراء عند العميل بتاعك، اللي بيسموها السكيرستي أو الارجنسي. مثلا العرض ده هينتهي بعد 48 ساعة، أماكن محدودة، أو إحنا عندنا عدد نسخ معينة، علشان العميل بتاعك يدرك إنه لو ما خدش المنتج أو الخدمة بتاعتك دلوقتي هيرجع هيلاقيه راح. دراسة من ديجيتال ماركتير بتقول العروض اللي بتستخدم بونص أو ايرجنسي بيزيد معدل التحويل أو الكونفرجن ريت بتاعها بنسبة 200% عن العروض التقليدية اللي ما فيهاش الحاجات دي. قول لي كده في الكومنتات، هل عمرك جربت تكتب عرض بس لقيته مش أفضل حاجة، ما بيشدش العميل بتاعك؟ السلام عليكم.